بتبدأ يا صديقي الحلقة الأولى بطالب فاشل حرفيا كاره لحياته ومش فارقة معاه، ويعرف كمان إنه حبيبته لسه ميتة من شوية. وفي يوم هو بيروح الجامعة عن طريق المترو، وإذ بواحد بيزقه قدام القطار وهو جاي عليه، وإذ به يا صديقي بيرجع 12 سنة لورا لفترة الإعدادي. وأول حاجة حصلت أول ما رجع بالزمن إنه هو وشلته كانوا رايحين بيبلطجوا على ناس أصغر منهم في المدرسة، لكن ولسخرية القدر يا صديقي الصدوق إذ بالدفعة الأكبر منهم دي بسنة هي اللي تلقنهم درس محترم. وكل ده يا صديقي كان بطلنا بيحاول يفهم وإيه اللي بيحصل وانا ايه اللي جابني هنا. واول حاجه عملها بعد الخناقه دي انه راح على عنوان حبيبته اللي كان بيحبها، وبالفعل يا صديقي بيقابلها. ومن اللحظه دي بيقرر بطلنا تاكاميتشي انه يغير مستقبله وانه يحمي الناس الضعيفه وانه هيكون شجاع. ولقى اخو حبيبته كان في ناس بتبلطج عليه فراح يساعده، وبالفعل يا صديقي انقذه ويبلغه بيوم موت اخته علشان لو يعرف يحميها. وهنا بيسلم على الواد اخو حبيبته ده، وإذ به يا صديقي بيرجع بيه الزمن مرة تانية ويلاقي نفسه في المستشفى. احنا هنلعب ولا ايه في ايه يا جدعان؟ لا، والأنقح كمان إن أخو حبيبته ده بيجيله ويسلم عليه ويقول له أنت غيرت حياتي. وهنا ناوتو ده أو أخو حبيبته ده يشرح له إنه كبر وأصبح شرطي وفضل ماسك في اليوم اللي تاكاميتشي قال له عليه، وهو اللي أنقذه من قدام القطار كمان، لكن للأسف لم يستطع إنقاذ أخته. وبكده نعرف كلنا ان تاكاميتشي من وقت القطار ده وهو قادر على الرجوع بالزمن لمدة 12 سنة بالظبط. وبدأ ناوتو اللي هو اخت حبيبته ده يحقق معاه ويحاولوا يفهموا الاتنين دول ازاي بطلنا بينتقل بالزمن، وبدأوا يدرسوا اكتر عن عصابة طوكيو مانجي، واللي هي اكبر عصابة في طوكيو واللي كانت مسؤولة عن قتل حبيبة بطلنا. وكمان بطلنا اما اتزق قدام القطار كان بسببهم. وكانت أول مهمة يا صديقي إنهم يرجعوا بطلنا لزمن تأسيس العصابة دي ومنع السبب الرئيسي في تأسيسها، وده بالتالي هيمنع موت هيناتا حبيبة بطلنا. وبالفعل سلموا على بعض، وإذ بطلنا بالفعل يرجع بالزمن يا صديقي. وأول ما رجع لأيامه اللي هو كاره فيها نفسه دي، وبنعرف كلنا سبب كرهه لنفسه، ألا وهو إنه كان عبد عند العصابة دي بينضرب كل يوم منهم وبيتهان. المهم بعد ما انضرب قدر يقف على رجليه تاني، وطلب من زعيمهم انه يقابل واحد من مؤسسي العصابة، وهو زعيم العصابة الموجود ده. مش عارف ايه اللي حصل للواد ده، بس هاج عليه كده وبدأ يضربه بمضرب البيسبول لحد ما نفخ امه حرفيا. واول حاجة عملها بعد ده كده كله انه يروح بيت حبيبته ويقابل ناوتو علشان يسلم عليه تاني ويرجع للوقت الحاضر تاني وينجز. لكنه بيقابل هناك حبيبته وتقول له كلام بيشجعه، فيقرر بطلنا من هنا انه هيبدأ يفكر ازاي يحميها وما تخليهاش تموت تاني في المستقبل. يروح المدرسة تاني يوم ويقابل شلته اللي اتنفخت المرة اللي فاتت، وكان في واحد من الشلة للأسف محكوم عليه انه يلعب في نادي القتال في اليوم ده، وكان الولد ده ضعيف جدا. وبالفعل بيروح القتال، واول ما يبدأ القتال بطلنا يوقف القتال ده وقال للناس كلها انه هيدخل مكان صاحبه في القتال ده. لكن هنا قرر انه هيقاتل الزعيم اللي ضربه امبارح بعصاية البيسبول، ويفعلها تاكاميتشي مرة تانية ويبدأ قتال الزعيم. وطبعا اكيد يعني بدأ ينضرب جامد جدا، ده الطبيعي يعني. لكن الغريب هنا يا صديقي انه لم يستسلم كعادته القديمة، وقرر انه يكمل في القتال مع انه بينضرب، لحد ما تفاجأ الجميع من اصراره على عدم استسلامه، الى ان ظهر واحد كده واضح ان ليه هيبة كبيرة جدا واوقف القتال. والراجل ده يكون نائب رئيس عصابة مانجي طوكيو. ومع ظهوره الكل التزم بالاحترام والقاء التحية عليه ولا كأنهم في جيش. ويتضح ان معاه كمان الرئيس بنفسه، الا وهو مانجيرو سانو اللي هو مايكي. وهنا الزعيم ده يدخل على تاكاميتشي ويقول له من النهارده انت صاحبي يا اسطى، مرة واحدة كده بدون اي مقدمات ولا اسباب ولا اي بتنجان. وأوقفوا القتال كلهم وكل واحد راح لبيته. وطبعا من اللحظة دي يا صديقي كله بقى بيعامل بطلنا بكل احترام، بما انه حاليا صديق زعيم اقوى عصابة في طوكيو. وجه تاني يوم وراح بطلنا المدرسة كالعادة، وبيدخل عليهم الزعيم العصابة مايكي ده الفاصل ويقول له عاوزك يا ابني في حصة. يقول له لا هي حبكت دلوقتي، اطلع ويلا بينا بدل ما اعكشك. وراحوا الجنينة وقعدوا فيها، يعني ياخد الواد من الحصة علشان يطلعوا يقعدوا في الجنينة. قمة العبث ورب العباد.
ويقول له هناك ان هو محتاجه يكون معاه في حياته ويدرعه اليمين كمان. قال له فكر يومين كده وكلمني وسابه ومشي. يروح تاني يوم يقابل حبيبته وتاخده البيت معاها علشان تذاكر له، مش حاجه تانية يا صديق، بما انه طبعا ما كانش فاهم اي حاجه من المدرسه. ويجي الليل وتبدا الالعاب الناريه بالظهور، وهنا يظهر ناوتو اخوها الصغير، واذ هي صديقي بيسلم عليه في وقت ابن جزمه زي ده، وهو كان مستمتع برفقه حبيبته على الاخر. وهنا يصحى بطلنا طبعا في الحاضر وهو متنرفز جدا. وهنا يا صديقي بتظهر لنا تويستاية حلوة، ألا وهي إن أما بطلنا رجع للزمن الحالي اتضح إنه غير الزمن في الماضي، وتأثير ده أثر على الحاضر اللي هو دلوقتي. وإنه أما رجع اتضح إن صاحبه أبو شعر أحمر ده أصبح فرد تقيل من العصابة، واسمه جوه العصابة هو اتسوشي سيندو. فقرروا الاتنين إنهم يتواصلوا معه في الحاضر علشان يوصلهم لمايكي اللي هو رئيس العصابة برضه في الحاضر. وبالفعل يا صديقي يروح لهم واتضح انه صاحب ديسكو كبير جدا، وبداوا يتكلموا مع بعض. وركز هنا يا صديقي علشان في شويه تويستات عسل هيعجبوك. الاولى الا وهي ان الواد ابو شعر احمر ده اعترف لبطلنا انه هو اللي زقه على القطار في الماضي. الحاجه الثانيه بقى صديقي بيفجر قنبله بسؤال بطلنا: هل تستطيع العوده الى الماضي يا صديقي؟ وكأن قلبه كان حاسس يا صديقي بان تاكاميتشي قادر على ده. وحضر نفسك للقنبله الثالثه بقى، الا وهو ان صاحبنا ابو شعر احمر ده قام طالع على سور المبنى ونطت منه وانتحر. وليه؟ قال لبطلنا انه ينقذه في الماضي من الدخول في الاكرام. ما هذا يا صديقي؟ ما هذا لا يحدث كل يوم يا صديقي. بيرجع تاكاميتشي وناوتو البيت علشان يحللوا اللي حصل ده وازاي هيصلحوه اما يرجع للماضي مرة تانية. وبعد تحليل كبير اكتشفوا ان نائب الزعيم ومايكي اللي هو الزعيم اتخانقوا مع بعض في خناقة كبيرة جدا ادت الى وفاة نائب الزعيم. وهنا ده اثار شكوك تاكاميتشي، فقرروا يرجعوا الوقت ما قبل موته ويفهموا ايه اللي حصل. وبالفعل يا صديقي رجع بالزمن، وساعتها بيتصل بيه مايكي ويقول له تعالى في اجتماع. وبيقابل واحد هناك اسمه تاكاشي ميتسويا، وده قائد الفرقة الثانية. وبيبدأ الاجتماع، وكان الاجتماع غايته سؤال بسيط: هل يقتلوا عصابة تانية اسمها ميبيوس ولا لا؟ مع العلم ان العصابة التانية دي اقوى منهم بمراحل، لكنهم قرروا انهم هيعاركوهم وخلاص القرار نزل. ويتضح ان هو يوم القتال ده هو نفس يوم مدراكن اللي هو نائب الزعيم اللي هيحول مجرى القصة. وهنا رجع تاكاميتشي الى الوقت الحاضر وقرر يقابل زعيم عصابة الميبيوس دي واللي هو اوساناي، ويقرر يسأل وهو يطلع منه بأي معلومة تاريخية عن القتال الكبير اللي حصل بين العصابتين. وبالفعل يا صديقي قابلوه، لكن كان واحد مشرد وفقير. واول ما سالوه عن يوم الخناقه دي الراجل ده انهار حرفيا منهم بالعياط وما قالش اي حاجه مفيده وطلع يجري. وقرر الاتنين ان تاكاميتشي هيرجع للماضي تاني ويحاول يوقف العركه اللي هتحصل. وبالفعل راح على طول على صاحبه مايكي علشان يحاول يقنعه انه يكنسل حوار القتال ده. لكن للأسف يا صديقي القرار قد صدر خلاص، مايكي كان واخد القرار من بدري. لكن تحدث هنا المفاجأة يا صديقي، بيظهر اوساناي زعيم العصابة التانية في المكان، وإذ به كمان بيدخل بالعصابة كلها وبيقرر إن هو اللي هيبدأ العركة وحالا يا صديقي. وبدأ القتال بين الاتنين دول والجميع يترقب النتيجة وأنا أولكم. لكن طبعا الشخص ده مش بقوة الزعيم نهائيا وانضرب لحد ما فقد وعيه. وهنا مايكي مشي لحد اوساناي ده، ولسه اوساناي هيفتح بقه ويقوم الواد مايكي خط واحدة برجله يقوم مسقط بيها الزعيم اوساناي أرضا ويعم صمت المكان. وطبعا الكل تفاجأ، ده أنا كنت متفاجئ. لكن هنا يا صديقي اوساناي ما كانش لسه اغمى عليه، فقام وكسر ازازه وكان داخل بيها على مايكي. لكن هنا دراكن قام بالتصدي ليه وبهدل امه ضرب. وهنا دراكن قال كل التابعين في عصابه الميبيوس دي انه لو شاف اي حد منهم ولو لمحوا من اول الشارع هيفشخوا حرفيا، وان ميبيوس بقت تابعه لتومان اللي هي طوكيو مانجي. لكن يا صديقي تحدث المفاجأة. الواد اللي كان لسه مضروب قام مطلع مطوة وقام رشاها في ظهر اوساناي. هنا كنا قلنا خلاص مفيش يوم مقتل دراكن. ليه نيلت الدنيا ليه؟ وهنا حضرت الشرطة وكان الكل لازم يهرب، وتم القبض على اللي كان موجود منهم اوساناي اللي مرمي في الأرض.
لكن وتاكاميتشي بيجري اغمى عليه، وتاني يوم بيصحى يلاقي نفسه في المستشفى، وصاحبة دراكن هي اللي تقابله في المستشفى وتبلغه بان دراكن اتصل بيها وقال لها تيجي تاخده، وتقول له برضه ان دراكن ومايك اتخانقوا مع بعض خناقه كبيره جدا. المهم بيفضل بطلنا في المستشفى 3 ايام، وبعديها دراكن بيجيله وبلغه ان علاقه دراكن بمايك انتهت وما بقوش اصدقاء خلاص. يطلع من المستشفى هنا دراكن وهوب به يقابل مايكي بره المستشفى يا صديقي ومعاه تاكاميتشي، وقال لي كانوا اصلا جايين المستشفى قال ايه علشان يسلموا على تاكاميتشي يا دي النيله. وطبعا كان كل ده بطلنا فاكر ان ده وقت موت دراكن، وفضلوا الاتنين بيتخانقوا مين فيهم هو صاحب تاكاميتشي الاصيل، لحد ما تاكاميتشي وانا منهم اتخنقت منهم وقعدوا يصرخ فيهم انهم يسكتوا اسكتوا يا ولاد عبيطه. بعديها تصلح الاتنين والدنيا هادت، وبكده المفروض ان دراكن مش هيموت في 3 اغسطس على حسب التاريخ زي ما مكتوب. وبالفعل بيجي اليوم الموعود ده، لكن في نص اليوم بيجي له مكالمه ان في ناس مش موافقه على الصلح ده وهيبداوا يهجموا على دراكن. التاريخ هيتحقق ولا يا صديقي؟ وبدا تاكاميتشي يدور على دراكن، وبالفعل يعرف تاكاميتشي مين اللي هيقتل دراكن، لكن للاسف بيتقفش هو ساعتها وبيتاخد عنده. ويتضح ان كايماسا اللي هو كان بيتخانق معاه في الاول الانمي هو اللي مقرر قتل دراكن، وللاسف بينضرب جامد جدا، بل وكمان بيتربط في الارض، ولصدفة ما بعد ما يمشي وتوصل حبيبته وتفكه ويجري تاكاميتشي وواحد تاني من العصابة على مكان دراكن، واول ما يوصلوا يكتشفوا انتوا هتشوفوا دراكن بيعمل قتالات غريبة كده 1 ضد 20 ما تقلقوش عاد بيسد ويأدي ما تقلقوش. وهنا كمان يصل مايكي لهذا القتال الغير عادل، وهنا يظهر من ميبيوس القائد الحالي بتاعهم الا وهو هانما شوجي، وهنا بدأ يحلل تاكاميتشي المعلومات اللي معاه وازاي تدهور الامر للحوار ده. هو كان كل اللي مطلوب منه ان يوقف الخصام بين دراكن ومايكي وكل حاجه تتحل، واليوم ده هيعدي بدون مقتل دراكن. لكن تحدث هنا المفاجأة يا صديقي، بتظهر بقية عصابة تومان كاملة بجميع قادة تومان. يا الله على العظمة، هذا لا يحدث كل يوم يا صديقي. وبالفعل يا صديقي هنا بدأ القتال، وكانت مهمة تاكاميتشي الوحيدة هي عدم موت دراكن في القتال، سهلة وبسيطة وكلها حنية علشان يظبط المستقبل اللي هو هيروح له. لكن يا صديقي تحدث هنا الفاجعة، ويكتشف تاكاميتشي ان القاتل بالفعل طعن دراكن في القتال، ويجري تاكاميتشي على دراكن وهو سايح في دمه. لكن يا صديقي يكون لسه في الروح وما ماتش. هيعملها تاكاميتشي ولا ايه يا صديقي؟ بل وكمان شاله على ظهره وجري بيها على المستشفى يا صديقي. هذا تاكاميتشي الذي نعرفه لقد تحول يا صديقي إلى رجل، وهوب هنا يحاول تاكاميتشي أنه يثبت الزعيم ويفقده وعيه، وبالفعل يا صديقي يفعلها بطلنا ويفقد الزعيم الوعي. وهنا يا صديقي يأمر البنات بأنهم يجروا. هنا قرر تاكاميتشي أنه هيفضل يدافع عن دراكن حتى لو تاكاميتشي الإعدادية تظهر. ما هذا الجمال؟ هذا لا يحدث كل يوم يا صديقي. وهنا يا صديقي